صباح الخير، برحب بكل اصحاب قناة سالي نبيل. النهاردة بقى نعمل حاجة حلوة جدا، هنعمل التشيز كيك. ساعات كده اوقات في الصيف بنبقى محتاجين ناكل حاجة حلوة وساقعة من غير ما نقف في المطبخ كتير، من غير ما نولع الفرن، من غير ما نستخدم مواد كتيرة جدا. فالنهاردة هنعمل مع بعض احلى تشيز كيك بطبقات سهلة جدا، وفي حاجات اختياري ممكن تغيروها للناس اللي مش بتحب الشوكولاتة. انا واثقه ان هي هتعجبكم ان شاء الله لما تجربوها، وهتبعتوا تقولولي في الكومنتات. يلا بينا نشوف المقادير. اول حاجه، ما عندي 2 بار شوكولاته. انا جبت واحد الاتنين خام على فكره، بس هو فيهم واحد بلبن وواحد ساده. فهسيحهم مع بعض بعد ما قطعتهم قطع صغيره، حطيتهم في طاسه وهحطهم على حمام ميه. المية بسيبها لما تسخن خالص، بعد كده بوطي النار، وبعد كده بحط عليها الطاسة او الكسرولة اللي انا حطيت فيها الشوكولاتة، وبقلب كده لغاية لما بلاقيها ساحت خالص. لازم النار ما تكونش عالية على الشوكولاتة، وكمان قاعدة الكسرولة اللي فيها الشوكولاتة ما تبقاش لمسة المية نهائي من تحت. اخر حاجة بحط لها نص معلقة صغيرة نسكافيه، اللي هو القهوة سريعة الذوبان. دي يعني مش بتبان قوي في الطعم، ولكن بتدي طعم احلى لاي شوكليت احنا بنستخدمها. كده خلاص خلصت الشوكولاتة وسبتها على جنب دلوقتي، وبعد كده هحضر اول طبقة من طبقات التشيز كيك اللي هي طبقة البسكوت. اختاروا اي بسكوت يعجبكم، بس اهم حاجة يكون في نسبة الدهون نفسها كتيرة فيه شوية. بدأت كده افرم البسكوت في الكبة، وممكن كمان نجيب البسكوت بشوكولاتة او نسيبه زي ما هو كده. بالنسبة لي انا لقيت احلى بسكوت من غير شوكولاتة، فعلشان اعمله بالشوكولاتة حطيت له شوكولاتة على الزبدة السايحة. البسكوت ده مقداره حوالي 500 جرام. انا جبت 2 باكت، كل باكت 250 جرام، والزبدة نص كوباية يعني حوالي 100 جرام. دفتها شوية عشان بس تسيح، وممكن نحطها زي ما هي على البسكوت، وممكن نحط لها كمان معلقتين 3 شوكليت كده علشان نخلي البسكوت بالشوكولاتة. في ملحوظة هنا مهمة، احنا ممكن بعد ما نفرم البسكوت في الكبة لوحده نحطه في بولة، ونبدأ نخلط معاه الزبدة والشوكولاتة برا، يعني في بولة برا. لان الزبدة لما بتتحط على البسكوت هي والشوكولاتة بتتقل شوية على الكبة، وبنضطر نعملهم جزء جزء. ما ينفعش نعملهم كلهم عشان ما يبقاش تقيل على الكبة قوي. هعرف ازاي ان الزبدة كافية؟ لما امسك شوية بسكوت كده وادوس عليهم جامد بايدي، الاقيهم اتجمعوا مع بعض ولزقوا مع بعض. لو احتاج معلقة تاني نزودها. بعد كده بحضر الصينية اللي هي بتتفتح من الجنب، او لو مفيش صينية بتتفتح من الجنب يبقى هحط ورق زبدة، بس هخليه طويل شوية من الجنبين علشان اشد بيه بعد كده التشيز كيك. فرشت الصينية بورق الزبدة، وكان المفروض كمان احط ورق زبدة في جوانب الصينية، ولكن انا نسيت الخطوة دي خالص، وده اللي هيخلي شكلها بعد كده مش مرتب قوي، ولكن طعمها حلو برضو. حطيت بعد كده البسكوت في الصينية وبدأت اوزعه بالسباتولا، وبعد كده هضغط عليه بقعدة كوباية او اي حاجة مدورة زي كده، بحيث ان انا اساوي الوش كله، ما يبقاش حتة عالية وحتة واطية، وكمان اخلي البسكوت كله لازق في بعضه. وبعد كده بحطه في التلاجة، وهنبدأ نعمل الطبقة التانية من التشيز كيك. طبعا هنحضر الجبنة دي 400 جرام من الجبنة دي اللي احنا عملناها مع بعض المرة اللي فاتت، لكن لو عايزين تستبدلوها بأي نوع جبنة انتوا تحبوه ويكون كريمي وناعم، براحتكم. بعد كده بحط عليه معلقتين من السكر البودر ومعلقة فانيليا، وبضربهم لغاية لما تبقى الجبنة فلافي كده، وتبقى هايشة عاملة زي الفوم بالظبط. السكر نص كوباية يعني 100 جرام من السكر، لكن بحطهم بالتدريج، يعني كل مرة هوقف الضرب هحط مثلا معلقتين من 100 جرام. فأول مرة حطيت معاهم معلقة الفانيليا السايلة وضربت تاني، وبعد كده حطيت الملح، ربع معلقة ملح صغيرة وضربت، وبعد كده اخر حاجة هحطها عندي على الكريمة هي برضو جزء من السكر ومعلقتين او 3 من الشوكليت. والشوكليت هنا في كل الطبقات اختياري،
اللي عايز يستغنى عنها خالص ممكن نستغنى عنها تماما. واخر حاجة هنجهزها علشان خاطر نضيفها برضو على الجبنة هي كريمة الخفق. عندي 250 جرام او علبة صغيرة من كريمة الخفق، بيبقى مكتوب عليها ويبنج كريم، او لو مش موجودة نقدر نستبدلها بكريم شانتيه عادي ومعاه ربع كوباية لبن او مية ساقعة جدا. بنبدأ بقى نضرب كويس قوي. نخلي بالنا ان هي بمجرد بس مرفع المضرب والاقي مكان المضرب كده عامل زي قمم الجبال كده مرتفعة وما بتنزلش وما بتقعش كده، يبقى خلاص كريمة الخفق جاهزة معايا، علشان مضربش فيها كتير وتبوظ مني وتفصل. فبمجرد بس ما الاقيها وصلت لمرحلة ان هي بقت عاملة زي الفوم، خلاص كده ببطل ضرب فيها. بعد كده بضيفها على الجبنة والسكر وبقلبهم مع بعض بس في اتجاه واحد علشان نقدر نحافظ على القوام بتاعها زي ما هو. ولما اتأكد ان هما اتخلطوا مع بعض كويس، بجيب بقى البسكوت بتاعي من التلاجة وببدأ ان انا احط عليه خليط الجبنة مع الكريمة مع السكر، وعلى قد ما نقدر بنفردهم على البسكوت من فوق، ودي كده تبقى الطبقة التانية بتاعتنا. انا فردتها بالاسباتولا الاول، وبعد كده اي اداة عندكم ان شاء الله، حتى لو مسطرة مغسولة ومخصصة كده للتورت، او لو عندنا طبعا الادوات نفسها بتاعت التورتة مفيش مشكلة، ممكن نستخدمها في تسوية سطح الطبقة التانية من التشيز كيك. بعد كده بنحطهم في التلاجة لغاية لما نحضر الجناش اللي احنا عايزينه. بالنسبة لي هحضر جناش شوكولاتة، فسخنت 100 جرام من كريمة الخفق او نص كوباية يعني من كريمة الخفق، وحطيتهم على باقي الشوكولاتة اللي موجودة في الطاسة عندي. ولما بردوا بدأت اصبهم على التشيز كيك بتاعتي، وهفرد كده الجناش بتاعي، هفرده كويس على التشيز كيك. ممكن نستبدل جناش الشوكولاتة بأي جناش احنا عايزينه، ونحط مثلا توبنج فراولة، توبنج مانجا او صوص كراميل، اي نوع من الصوصات احنا عايزين نحطه على الوش بنحطه من فوق. بعد كده بنحطها في التلاجة مدة ما تقلش عن 5 أو 6 ساعات. بعد كده طلعتها من التلاجة، وعلشان انا كنت ناسي احط ورق زبدة في اجناب الصينية زي ما انا قلت لكم، اضطريت طبعا ان انا اسلكها بالسكينة الاول قبل ما ارفع الجنب بتاع الصينية، وده طبعا اللي اداها شكل غير منتظم من الاطراف بتاعتها، ولكن من جوه باينه جدا ان هي منتظمه، وباينه جدا الطبقات بتاعتها بشكل مرتب قوي، وطعمها حلو جدا. هوريكم بقى الطبقات بتاعتها لما اتقطعت وبانت من جوه كويس. اول حاجه طبعا من تحت طبقه البسكوت، بعدها طبقه التشيز، وبعد كده من فوق خالص بيبقى الجناش او التوبنج اللي احنا بنختار نحطه. طبعا رهيبة بجد يا جماعة، ولما بتتقطع كل التلاتة مع بعض، مش بيتفصلوا مثلا وكل واحدة تطلع لوحدها او كده. طبعا لو عايزين تزوقوها، لو في كريم شانتيه من فوق او مثلا فراولة او اي حاجة تانية، انا اخترت ان انا ازوقها بالمكسرات علشان يعني يدوها شكل جميل. وممكن كمان على فكرة تتقدم سادة خالص من غير اي تزويق او اي حاجة، هي شكلها حلو وطعمها جميل من غير اي تزويق. اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. شكرا جدا للمتابعة. باي باي.